طيب سلام عليكم يا جماعة. في الفيديو ده ان شاء الله اقول لك على انواع الانترفيوز اللي قابلتها في الشركات من خلال تجربتي الشخصية كفلاتر ديفلوبر، ودي بعض الانواع اللي قابلتها مش كلها. طيب البوزيشنز ايه؟ انترنشيب وفريش وجونيور. فاحنا عايزين نشوف الانواع دي مع بعض او بعض الانواع دي مع بعض، ونشوف عقلية الشركات في الانترفيوز بتكون ماشية ازاي. طيب تعالى كده نشوف اول نوع معانا. شركة بتشوف مشاريعك وعملت ايه قبل كده. بيسألوك مثلا انت خريج ايه، خريج سنة كام، ايه المشاريع اللي انت عملتها، كل مشروع بيحل مشكلة ايه، عملت المشاريع دي مثلا لوحدك ولا مع تيم، المشروع ده مثلا كان فريلانس ولا عامله كسايد بروجكت ولا كان في شركة معينة، وهكذا. بيهتموا بجزء المشاريع اللي انت عملتها فقط لا غير. تمام، دي اول عقلية معانا. طيب تاني عقلية معانا، شركة بتهتم اكتر بجزء الداتا ستراكشر والالجوريزمز وحل المشاكل بيهم. يعني مثلا بيدولك مشكلة معينة ويقولوا لك ايه الالجوريزم اللي احنا ممكن نتبعه لحل المشكلة دي. تمام، بيبقى في مثلا كذا الجوريزم، فهم بيشوفوا برضو طريقة تفكيرك وطريقة حلك للمشاكل. طيب تالت نوع معانا، شركة بتسألك أسئلة بتكون عارفة انك في الأغلب مش عارفها أو ما طبقتهاش قبل كده أو الحالة دي ما عدتش عليك قبل كده، بس بتشوف طريقة حلك للمشكلة في المشروع ده بتكون عاملة ازاي. طيب زي ايه مثلا؟ وليكن مثلا يقول لك احنا عندنا ابلكيشن دلوقتي عدد اليوزرز فيه وليكن 1000، صحينا بكرة الصبح لقينا عدد اليوزرز 100,000، هتهندل الداتابيز ازاي؟ تمام، ده مثال على الأسئلة دي. تمام. طيب النوع الرابع بقى، الشركة بتسألك أسئلة على مشاريعك والاو او بي. بيهتموا جدا بالاو او بي لان فلاتر قايمة على الاو او بي، اهم حاجة عندهم تكون عارف الاو او بي. طيب اللي بيسألوك على مشاريعك ومش بيسألوك في الاو او بي، بتبقى عقليتهم ماشية ازاي؟ بيقولك مثلا ده واحد عمل مشاريع يبقى اكيد استخدم الاو او بي، فمش مستاهلة ان احنا نسأله في الاو او بي. لكن لا، في ناس في شركات بتسألك في الاو او بي وفي مشاريعك كمان. تمام. بس كده.